عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ميريبيلا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الغريبة بالكاكاو، كتجي لذيذة بزاف، معلكة ورائعة، دغيا كتوجد، ما كتاخدش لينا الوقت بزاف، وحتى المكونات ديالها اقتصادية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو، عندي كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال كاوكاو اللي مقلي ومطحون، قبيصه الملح، واحد البيضه، جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو، جوج معالق كبار ديال الزبده ديال البواط، واحد الخماره حمراء من فئه 8 غرام، واحد الفاني، الكركاع والدقيق حسب الخليط. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو شي قصريه اللي غادي نعجنو فيها الغريبه ديالنا. غادي ناخد ديك البيضه، غادي نسيباري الابيض على الصفر. العجين غادي نستعملو فيها غير صفر بيضه، والبيض غادي نخليوه للتزيين، نخليوه مع الكركاع. غادي نزيدو عليه داك الصفر، غادي نزيدو عليه كاس، داك كاس ديال السكر سنيده، الكاس اللي عبرت به ديال العنبه، غنزيد عليه ساشيه ديال الفاني، قبيصه ديال الملح. نخلط الكل مزيان هكا، خلطهم. من بعد غادي نزيد عليه الزبده، دوك جوج معالق ديال الزبده بحراره المطبخ. الزبده اللي استعملت هنايا ديال البواط هي اللي درت، اللي ما متوفرش عنده كان يستعمل المارغرين، ولكن الزبده ديال البواط كتجي احسن، ولا زبده ولا زبده حيوانيه حتى هي كتجي زوينه. المهم كيبقى لكم الاختيار، يا اما زبده ديال البواط، الا ما متوفره ديروا زبده حيوانيه، ولا ما متوفرينش بجوج يمكن ديروا زبده مارغرين. ها هما جوج الاولين اللي قلت لكم، ديال البواط ولا زبده حيوانيه، كيجيو افضل. غادي نخلطهم مزيان بحال هكا. من بعد غادي نزيدو داك نص كاس ديال زيت نباتيه، حتى هو الكاس ديال العنبه باش عبرت العبارات كاملين خديتهم بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للزيت والسكر، وبالنسبه للكاوكاو نخدموهم هكا مزيان. من بعد غادي نزيد دوك جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو. من الاحسن تستعملوا ديال العبار، كتكون اللون ديالها غامق. انا كيعجبني ديال العبار، ديال الساشيه ما كيكونش فيها داك اللون غامق بحال هكا، كتكون شويه باهته. خلط مزيان باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات اللي كيكونوا في بودره الكاكاو. من بعد غادي نزيد داك الكاس ديال الكاوكاو مقلي. الكاوكاو عندي هنايا قليته بالقشره ديالو وطحنته. اللي ما متوفرش عنده كاوكاو يمكن يدير اللوز مقلي، ولا يمكن يدير الجنجلان. الجنجلان يتحمر في مقله مزيان وطحنوه حتى هو، تعبروا منه كاس. المهم كيبقى لكم الاختيار. انا جربتهم الصراحه كاملين، ولكن كاوكاو جاني المذاق ديالو احسن، كيجي فيها زوين. كاوكاو مقلي بالقشره ديالو كيعطي واحد المذاق رائع، كيتواتى مع هاد بودره الكاكاو ومع الكركاع اللي غادي نديكوريو به في الاخر. المهم نتوما كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم، يا اللوز يا الجنجلان، ولكن انا كنفضل كاوكاو ويكون مقلي. غادي نخلط الكل مزيان. من بعد غادي نزيد ديك ساشيه ديال الخميره، انا كنستعمل ايديال من فئه 8 غرام.
اللي عنده الخميره ديال العبار العبار 8 غرام تقريبا، كتجي واحد المعلقه. نخلط مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق، غادي نبدا نضيف بشويه بشويه. العبار ديال الدقيق راه عارفين كيبقى على حساب، حيت كل دقيق وهو كاين دقيق اللي كيشرب، كاين دقيق اللي لا، وكنبقى نضيف بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجين. كي كتعرفوا العجينه ديال الغريبه ما كتبغيش العجين تكون قاصحه وما تكونش اللي كتفرس، يعني الجهد باش كنعرفوها صافي راه وصلنا للقياس اللي بغينا. العجين ديالنا كتبدا تتكور، يعني اون فوا كتبدا تتكور ما كتبقاش تلصق لينا، صافي كنحبسوا الدقيق. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لي العجين. راه غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كيولي. بعد مني كتجمع ليا العجين ديالنا، ها هي راه ما كتجيش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتفرتتش. ملي كنكوروها هي كتكور لينا بحال هكا. غادي ناخذ ندير كويرات، انا غادي ندير فيهم تقريبا واحد 25 غرام. اللي كتعرفوا انا الغريبه كنبغيها شويه كبيره عاطيه المنظر، اللي بغى يدير قل يدير 20 ولا يدير 18 يدير، المهم انا كندير فيها 25 غرام. غادي نكورهم على هذا الشكل وغادي نحطهم في شي طاوه. غادي نستمر هكا حتى نكمل هاد الكميه ديال العجين اللي عندي هنايا كامله. ملي كنكور ديك العجين ديالنا كامله كناخذ نصوصه ديال الكركاع بحال هكا، كنديرهم في داك ابيض البيض اللي بقى عندنا، كنغطسو فيه بحال هكا وكنضغط على الغريبه ديالنا على هذا الشكل. ناخذ نص ديال الكركاع نديرو في ابيض البيض ونضغط كي كتشوفوا ها راه كتشقق لينا. غادي نستمر هكا حتى نكمل حتى نديكوري كاملين هاد الغريبات ديالنا بالكركاع. من بعد غادي ندخلهم الفران اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 180. كنشعل ليه الفوق وكنسخنو مزيان حتى كيبان لي الفران ديالنا راه سخن. من بعد كندخل الغريبه كنشعل عليها الفوق الطياب ديال الطياب اللي كنديروا الغريبات بحال الطياب ديال البهله، كنشعل لهم الفوق كنخليها حتى كتشقق لي مزيان. ما نخليش حتى يتحرق لي هاد الكركاع، نرد معاه البال تبان لي تشققت الغريبه ديالنا. صافي نطفي لها الفوق ونشعل ليها لتحت نخليها حتى تكمل الطياب ديالها. من بعد غادي نخرجها نخليها كتبرد ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران خليها تبردت مزيان وستفتها في البلاطو على هذا الشكل. نوريها لكم عن قرب كيفاش كتجي. كي كتشوفوا كتجي مشققه والمنظر ديالها راه كيجي رائع. داك نص كركاع اللي كنديرو الوسط كيعطي واحد المنظر لي زوين. اللي ما متوفرش عنده الكركاع يمكن ديروا لوزه الوسط ولا كاوكاو حتى هو نفس الطريقه ديروه في بيض البيض وتزوقوا به. غا هو الكركاع كيعطيها منظر لي زوين. ديجا انا كنت جربتها باللوز ولكن المنظر ديال الكركاع كيجي رائع. هنا راه استعملت 10 دراهم ديال الكركاع ومازال راه بقى ليا منه. منين تاخذوه عند العطار قولوا يعطيكم هكا، يعطيكم هكا طريفات لي صاينين. نوري لكم هاد الغريبه كي كتجي بالوسط. ها هي كي كتشوفوا راه كتجي معلكه من الوسط، كتجي معلكه
وراه المذاق ديالها رائع، يعني مختلفه على كاع الغريبات اللي حضرت معكم في القناه. بالنسبه للفيديوهات وحدين اخرين ديال حلويات العيد راه غادي نخلي لكم لو لين ديالهم في صندوق الوصف. كاينين بزاف ديال الغريبات، بزاف ديال الحلويات دوز اتاي الاقتصاديين ودغيا كيتحضروا بحال هاد الغريبه حتى هي راه ما فيهاش مكونات اللي كثيره، حتى الوقت راه دغيا كتوجد، ما كتاخذش لنا وقت لي بزاف. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم كما العاده. ما تنساوش تعملوا لي لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، نتلاقوا فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.